صدق الما يتصدق حيتحقق. والله أتمنى أنا المغرب كأمنيتي، بما أنها متأهلة وصاعدة، فهي الدولة العربية الوحيدة وهي اللي نتمناها. راح تجي إن شاء الله، تكون إن شاء الله. لا أعرف، ما أستطيع أقول لك أجي أو ما أجي، لكن تشريف نجي إلى العراق بعد انقطاع طبعا سنوات طويلة من 2003 إلى الآن. ودائما نقول بغداد صادقة والكل كذاب، فشهد القوم بي واشهد أنت يا آب، ما كان لي يوما في مرابعها لكنه الشوق يا بغداد والثاب. قابلت رئيس الاتحاد العراقي عدنان رجال في قطر، وقلت له سمعت إشاعات أنه كأس الخليج حينشال من قطر ويروح البحرين أو السعودية أو دولة الإمارات العربية. قال لي لا، كأس الخليج حيكون في البصرة وبغداد. أنا أول إعلامي سعودي سيكون موجود في العراق، التاريخ، العراق الحضارة، العراق الرجال، الناس الطيبين الكرمة. احنا من زمان ما شفنا العراق، أنا يمكن زرتها مرة واحدة من 30 عام، أتمنى أعود إليها بعد كأس العالم ونروح على طول كلنا البصرة، كلنا العراق. اليوم المملكة العربية السعودية أو معالي المستشار تركي آل الشيخ عندما شال الحظر عن العراق، لأن نبغى العراق يتنظم، ما يصير ما نبغى كأس الخليج يروح من العراق. مرة مرتين ثلاث قالوا الأمن، قالوا الملاعب، لا، راحت لجنة كبيرة وشافت ملاعب العراق، شافت الترتيب الحلو. اليوم باقي شهر ونص ونروح العراق كلنا. اليوم احنا العراق. والله النهائي يعني ما راح يطلع من بين منتخبين، من بين المنتخب الأرجنتيني أو المنتخب البرازيلي. يعني نقول توقعات المنتخب الأرجنتيني ممكن ياخذه. ميسي ما راح يطلع خائب من هالبطولة إن شاء الله، راح يعتزل وهو فخور ورافع الراس. البطولة للأرجنتين، تذكروا كلامي. هي إذا تسنت لنا الفرصة إن شاء الله يشرفنا أن احنا نحضر في أول بطولة خليجية، خصوصا بعد يعني سنوات من انقطاع لاستضافة العراق العظيم لبطولة مثل بطولة كأس الخليج. إن شاء الله المنتخب القطري راح يحضر وراح يشرفنا في هذه البطولة. وأتمنى يكون النهائي بين قطر والإمارات و4-0 مرة ثانية. حنفوز على اسبانيا ان شاء الله 2-0 كالعاده، 2-2. ما ننزل 2. النهائي اما البرازيل اما فرنسا. انا اتوقع البرازيل ولا فرنسا، مستواهم عالي. تحيه للشعب العراقي وانا مساندهم من المغرب، والله احب شقائنا العراقيين واتمنى يكون عندهم منتخب قوي ينافس ان شاء الله. مونديال بشوفه بصراحه والله المباريات فيه مفاجات كثيره، ما فيك تتوقع. الفرق في عندك كانت السعوديه ما شاء الله طلعت كانت قويه، هي حظ، هي في ما بعرف. لسه في مفاجات كثيره بقطر. يعني في عندك البرازيل قويه، الارجنتين اللي متنافسين بين البرازيل بين الارجنتين، الصين هي القوه اكثر شيء يعني. وعندك ما شاء الله عندك البرتغال قويه كمان، يعني في مفاجات. النهائي انا اتوقع النهائي الارجنتين.